بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درسنا النهاردة هيكون عن كيفية تقديم مساعدة أو عرض خدمة. How to make an offer. في أساليب مختلفة ممكن أقدم بيها عرض أو خدمة، زي can I، دي التركيبة الأساسية، يعني هل يمكنني، زي ما أقول can I help you، هل ممكن أساعدك. عندنا التركيبة التانية would you like، هل تود أو هل تريد أو هل ترغب. some tea، يبقى would you like some tea، هل تود أو تريد بعض الشاي. shall I، يعني هل يمكنني. ممكن أقول shall I open the window for you، هل ممكن إن أنا أفتح الشباك من أجلك. do you want me to، هل تريدني أن أفعل لك كذا. زي المثال do you want me to carry that bag for you، يعني هل تريدني أن أحمل هذه الحقيبة من أجلك. عندي اللي بعد كده would you like me to explain it again، يعني هل تود أو ترغب في أن أشرحها أو أوضحها مرة أخرى. التركيبة الأساسية عندي هتكون would you like me to. في عندي كمان how about، ماذا عن أو ما رأيك. some coffee، بعض من القهوة. في كمان عندي تركيبة أخرى اللي هي let me يعني دعني. help you with your homework، يعني دعني أساعدك في عمل الواجب. وكمان الأخيرة عندي may I، يعني هل يمكنني، بتساوي can I. زي ما أقول may I help you، زيها بالظبط can I help you، يعني هل يمكنني أن أساعدك. طيب لما العرض بتاعي ده ان انا بعرضه على شخص ما عشان اساعده، اكيد هيقابله يا اما بالقبول او الرفض. قبول يعني كلمة accepting، وهتكون الرد بالقبول اقول له yes please، نعم من فضلك. that would be great، هذا يكون رائع او فضل منك. I would love some، اود ذلك او احب ذلك. that's very kind of you، هذا لطف منك. طيب لو انا هنا رفضت او سميتها refusing الرفض، اقول له no thank you، لا شكرا. I am fine thanks، أشكرك أو أنا تمام وبخير شكرا لك. thank you for your offer but I am okay، شكرا لعرضك ولكن أنا كده تمام أو أنا بخير لا أحتاج مساعدة. يبقى بكده قدرنا نعرف إزاي أقدم عرض وإزاي أقبل العرض بتاعي، سواء بالقبول أو الرفض.